يا رجاله عاملين ايه؟ كله قلصة. انا مؤخرا يا رجاله بتعرض للهجوم، في ناس كتير بتشتمني وبتقول عني كلام سيء. اي حد عايز يتشهر بقى بيجيب في سيرتي. انا نفسي اقول الكلمه دي بجد، نفسي اقول الجمله دي من غير ما احس ان انا عايز اضحك من جوايا، نفسي احس احساس الناس اللي هم بيقولوا كل ما حد عايز يطلع يروح جايب سيرتنا. المهم ان انا بسبب بيف كده مطرب كنت فيه الفتره اللي فاتت، قررت ان انا اجيب اغلب الناس اللي اتكلموا عني وادي كل واحد فيهم تقييم من 10 دوت على اساس مين قال رد قوي، مين قال عليا حاجه جامده. انا هجيب لكم ناس من كل حته على تويتر ويوتيوب وانستجرام وفيسبوك وكل حاجه، بس انا هبدا بالراجل اللي كان بيتكلم عليا الاسبوع اللي فات ده لان هو اقرب حاجه. انا روسي من جبال القوقاز. مافلت بعد ما عمل عليا 20 فيديو بيرد وبيتكلم عني في البرودكاست تشانل بقاله اسبوع، عمل اكونت على تويتر مخصوص عشان يشتمني، وبعد كده راح فاتح تشانل انستجرام وبعد ده. اللهم ربنا لك الحمد والشكر حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يا رب العالمين. انا حاسس ان هو بعد ما شتمني حس بالانتصار وراح قايل كده وعامل حركه الطياره بتاعت ابو تريكه. يعني يا اسطى انت شتمت واحد على تويتر عادي، انت ما جبتش جون، وبعد كده راح منزل ستوري كاتب انا غالبا مش هسمي عليهم على تويتر. مش هتسمى، هتشتمنا يعني يا اسطى؟ عايزنا نقعد نشتم بعض يا اسطى؟ في راجل بيحب ان هو يتشتم؟ طب والبنات يا اسطى اللي انت كل يوم بتشكك في تربيتهم دول يشوفوك ازاي وانت بتتهزق؟ عشان كده انا قلت غالبا ما عممتش. اسمع تاني كده، لو راجل بوظ سمعتك ده هيبقى غالبا بسبب حاجه انت عملتيها. القواعد بتبنى على حسب الاغلبيه مش الاستثناءات، وغالبا ما حدش بيروح يبوظ سمعه واحده عشوائيه من الشارع يعني. ولا انت كنت بتروح تعمل كده يا كاتو؟ بص يا اسطى، بما ان القواعد بتبنى حسب الاغلبيه مش الكلمه اللابقه اللي انت قلتها دي، فبجد يا اسطى الاغلبيه بيفضحوا البنات من غير سبب. يعني مش لازم يبقى البنت عملت له حاجه، وانا اصلا ما كانش مشكلتي في الفيديو هو ده بيحصل بسبب ايه، انا كان مشكلتي ان ده يبقى حاجه نهدد بيها اصلا. فلو مش عايزه تتحط في سيناريو زي ده ما تلعبش برجاله خالص، لان عمرك ما هتعرفي اللي جوه قلب الراجل ده، وممكن قوي تبقى حاجه عمرك ما هتعوزي تعرفيها. اللي هو الواد اللي انت هتكرفي له دوت ممكن يبقى مجنون ودماغه بايظه ويفضحك. مفيش حد مجنون يا اسطى، وكلنا عارفين احنا بنعمل ايه. انا اصلا مش فاهم المنطلق اللي انت بتتكلم منه، يعني دينيا مثلا فدي حاجه حرام، دي حاجه من الكبائر ان انت تفضح واحده. لو رفضت تتكلمي ولد هيبوظ سمعتك، ده في عالم سمسم. لو راجل بوظ سمعتك ده هيبقى غالبا بسبب حاجه انت عملتيها، ودي حاجه اصلا ممكن تدمر حياه بنت، تدمر حياتها، اللي هو خلاص مش هتعرف تعيش تاني. ولو انت بقى مش فارقه معاك يا اسطى، انت بتتكلم بقى رجوله وكده، واللي هو الراجل بيعمل ايه والراجل بياخد حقه، فمش دي الطريقه. المفروض الراجل ما يديش مساحه ان البنت تلعب بيه اصلا، ولو غلط والبنت لعبت بيه المفروض ان هو يمسك نفسه كده ويعرف يجيب حقه ازاي. مفيش راجل يا اسطى في واحده بتكرف له فهو بيفضل شاغل باله وبيحاول ينتقم منها ويفضحها لو راجل بوظ سمعتك ده هيبقى غالبا بسبب حاجه انت عملتيها، وبعدها ندمت انك كلمتيه وركبتيه قطر 6 الا تلت، فالراجل بيحس انه اتلعب بيه وبيقرر ينتقم. المفروض الراجل يبقى عنده كرامه كده، اللي هي واحده خلاص مش عايزاه، هو خلاص مش عايزها هو كمان، مش هيفضل بقى يعمل فيديوهات على النت بقى يقول لي يحارب البنات فيها. عزيزي المشاهد، انت دلوقتي شفت بنفسك نسبه ذكاء الناس اللي شايفاني غلط. ما يغركش هجوم الناس عليا دلوقتي. انا كنت نازل سولو سكواد بتهاجم اضعاف ده 3 سنين، كنت تلاقي كومنت ولا كومنتين حلوين بس وسط 120. كنت بنشر نفس الافكار، بحاول اطلعنا من الحفر. لو صبرت سنين رغم طلعنا من الحفره، بيحاول ينتشلنا، بيحاول يطلعنا من الحفره اللي احنا غارزين فيها، حفره ليله فضه، حفره شروق بلبن. حاولوا يدفنوني وانا بحاول اطلع. تعرف مين كسب في الاخر؟ دي مشكلة انك تبقى كاتب في السكريبت انك تضحك في الاخر. حاولوا يدفنوني وانا بحاول اطلع. بس يا اسطى بجد والله انت مفيش حد بيهاجمك يا اسطى، محدش ضدك، مفيش حد بيحاول يدفنك. انا يا اسطى اليوتيوبر الوحيد اللي في كوكب الارض اللي اتكلم عنك، ولا حد يعرفني ولا حد يعرفك، وحالتنا احنا اتنين مهمشين على النت يا اسطى بجد، بنعمل فيديوهات عشان كل واحد فينا عايز يوصل لرقم معين ويبقى شكل الاكونت حلو. مفيش حرب يا اسطى ولا حد حاططنا في دماغه. انت يا اسطى بتحارب شروق بلبن وانا بحارب زياد صاصا وحالتنا خرا. انا روسي من جبال القوقاز. انا روسي من جبال القوقاز، اسمي موفليدوفيتش. بس ممكن اعيش حياتي كلها بتفرج على الحته بتاعت انا روسي من جبال القوقاز دي. ممكن تقولها تاني يا اسطى؟ انا روسي من جبال القوقاز. صعب تلاقي حد حي زي على السوشيال، كله بيحاول يقول اللي يعجبك بس عشان يكسب القرش. ما لو ضايقك وقلبت عليه الشركه مش هتكلمه يعمل لها اعلان. يا اسطى هو في حد بيقول على نفسه حقيقي؟ انا الوحيد الحقيقي، انا الحقيقي حقيقي يا مان. انا عمري ما قلت ان انا ثاج يا برو. هو الفكره ان مافلد مش انسان وحش بيشتغل الناس، هو مافلد مقتنع بكلامه، ودي مشكله اكبر بكتير. الراجل ده بجد يا جماعه مقتنع ان هو قائد كتيبه، يعني هو في كتيبه المزنجيه. انا روسي من جبال القوقاز. الفكره اصلا ان انت مش قائد، انت شاب من شباب كتير قوي ساعي للشهره، بتشوف اي بنت منزله فيديو فايرال وتاخده عندك تحطه في اول الفيديو عشان تتشاف. انا روسي من جبال القوقاز. صعب تلاقي حد حي زي على السوشيال، كله بيحاول يقول اللي يعجبك بس عشان يكسب القرش. ما لو ضايقك وقلبت عليه الشركه مش هتكلمه يعمل لها اعلان. انا بقى حقيقي صافي، ولو عملت اعلان لشركه في المستقبل هتبقى الشركه حقيقيه مش بتزيف في الواقع، شركه محترمه بجد. اصل
اصل انا محدش يشتريني بفلوس. ده دعايه مقدمه. مين بقى الشركه اللي عايزه تبقى محترمه؟ مين الشركه الحقيقيه اللي مش بتزيف الواقع؟ مين عايز يعمل اعلان معايا؟ ايه تداول ولا اكس بت؟ بص يا اسطى، انا هكلمك برجوله فشخ والله. انت مفيش حد هيعمل عندك اعلانات بجد. انت الناس يا اسطى اللي بتتاثر بيك ما بيجيبوش اعلانات. يعني انت الفئه من الناس اللي بتتفرج عليك اللي متاثرين بيك واللي هم دخلوا يدافعوا عنك. بص كاتبين لي ايه بس يا علق: النسر الذهبي للادوات المنزليه. ده اول فان عبد الله اسامه ابو السيد، ودي الصوره بتاعته. ابويا امي الدنيا مين دي صوره البروفايل. استرجل انت بس يا حبيبي، باين عليك سمب كبير، وخلي بالك مولفد برقبتك يا بابا. مش عاجبك ما تتفرجش عليه، لان رجاله بس اللي بتتفرج. استناني بكره، انا روسي من جبال القوقاز. احمد جابر اهو، يمكن هو رجال منك. عبده حسين: امال انت كابني ادم مستنتي. محمد مرسي اهو، ملكه منديل فيه، حط لها زي وخليك في البيت. يا اسطى بجد مع احترامي الشديد، هل في حد هيعمل اعلان عايز نسر الادوات المنزليه يشتري منه؟ يعني هل دول هيعرفوا يشتروا حاجه اونلاين؟ انا والله مش عايز اقلل من جمهورك ولا الناس اللي بتتفرج عليك، انا بس مش عايزك تبقى متاثر بالناس اللي هم بيخشوا يقولوا لك احنا اسياد البنات، وهو في الاذرز بيلحس رجلين. العيال اللي هم لما بيلاقوا بنت كاتبه في كومنت بيخشوا يشتموها، وبعد كده يخش يبعت لها هاي. المهم يا مولفيد، المهم يا اسطى ان انت هتاخد للاسف 2 من 10، وده لسبب بسيط قوي: ان انت عرفت تجمع ناس شبهك، عرفت ان انت تستحوذ على فئه كبيره من نفس عقليتك، ودي حاجه صعبه على فكره، تستحق درجتين يعني. انا روسي من جبال القوقاز. في بقى استوديو الاثنين كان فيه بيف معاهم قديم كده، بس انا ساعتها عملت عليهم فيديو كامل، فكده مش هعمل كده تاني. فاللي حابب ممكن يرجع بقى يتفرج على البيف بقى كله، بس انا حابب اديهم ريت على طول. مجدي هديله 3 من 10 للاسف، لان مجدي ما كانش بيتريق على حاجه غير المونتاج. احمد حسن كان بيتناقش في حاجات كتيره وعمال يقول لي كده، هياخد 5 من 10 تقديرا للمجهود. انا روسي من جبال القوقاز. للاسف الشديد لما قابلتهم في الحقيقه كان في كيمياء بيننا، وما كانوش بالشر اللي انا كنت متخيله في مخي يعني، وكانوا واخدين الحوار زي كده بهزار. فبطلوا البيف بصراحه. البيف كنت حاسس ان هو لو كمل شويه كان هيبقى لذيذ، بس يلا الحمد لله. فبسبب ان هم عندهم صدر رحب هياخدوا 2 درجتين كمان كده، هم جايبين 10 من 20 يعني، معديين مع ان هم بوظوا البيف. في فيديو بقى انا لقيته اسمه رياكت على صناع محتوى الرياكت. ليه بشوفهم ماسونيين؟ اللي بيعمل رياكت ده اقسم لك بالله العظيم يا ابني ما تاكل ولا تشرب معاه ولا تصرف. الحته دي تامر الجيار دي انا حطيتها في فيديو ليه قبل كده على نفس الموضوع بالظبط، على محتوى الرياكت. عارف انت الواد المهر اللي كان معاك في تاني اعدادي، اللي كان منصب نفسه زعيم خفه الدم في الفصل، هو بيفضل يرمي افيهات على اي حد يعدي قدامه، شكله بقى طريقه لبسه سندوتشاته، المهم انه يتريق. واكتشفت ان عدد الناس اللي بتعمل المحتوى ده اكتر بكتير مما كنت متخيل. فهتكمل زي ما انت، ولو اتزنقت فعندك عمرو بيلا، مروان بشاكل، ام ساجده، وسوري الاردنيه. الساحه مليانه يعني، كله شغال. يعني انا اصلا ماشي، انت كاتب تايتل زي بتاعي، عامل مونتاج زي بتاعي، عامل نفس الفيديو اللي انا عملته بتاع 6 مرات اللي انا كل ما بتزنق بعمله، تقول في نفس الكلام بتاعي، بس انت حاططني يا اسطى، انت بتحاربني بسلاح، انت مجنون يا ابني. يعني ايه يا اسطى عامل كل حاجه انا بعملها وحاطط صورتي في وسط الناس اللي بتتكلم عليهم؟ انا ما عنديش مشكله انك تتريق على اي حد على فكره، حتى اصحابي يعني، بس انا ما بتريقش انا حاسسك مغير صوتي بالاي اي وحاطط صورتي كمان وسط الناس. الفيديو ده كان هيبقى حلو جدا يا اسطى لو كنتش جبت صورتي في وسط الناس دي، مش عشان انا احسن منهم، عشان انت سارق الحاجات اللي انا بعملها. هتاخد 0 من 10 تعال يا اسطى خلاص، عشان انت بس شكلك ده تقريبا اول او تاني فيديو ليك، هتاخد 1.5 من 10. خلاص عادي، خلاص تريق عليا براحتك يا اسطى، بهزر معاك. هتاخد 1.8 من 10. في بقى حاجه لقيتها على ريدت ده طبعا اصلا الناس مش لاقيه عارفاه اساسا، محدش بيخش على ريدت، بس انا في حد بعتهولي يعني، كان في حد كاتب عندي موقفي سلبي من جين زي ومشاهيرهم، بس الولد ده لو هو فعلا بيكتب حلقاته فهو دماغه طفره. ما شفتش حد بيقدم محتوى مشابه وصل لمستواه، معدي كل مشاهير جيله والاكبر منه بالرغم انه لسه صغير. المهم ان دوت عمل كارثه، ان هو فتح ريدت دوت بيبقاش ولا اسمك ولا صورتك، والناس كلها بتفتح تشتم اي حد، فدوت قرر ان هو يشكر في حد. ده في ريدت كده يعتبر عمل كبيره من الكبائر. فاول واحد قال له يجب استحمى يا اسطى، استحمى. لما حد يقول لك رايه وعايز تفشخه في نون الرد تقول له استحمى. راح واحد تاني يقول له يا اخي يلعن ابو القرف، ما تقنعنيش ان في حد معدي 16 سنه ممكن يتابعه. يا اسطى اقسم بالله انا كل الناس اللي بتعرفني في الشارع تقريبا بيبقوا فوق ال30. الحوار ده انا مش فاهمه قوي، بس حسيت ان ده يدل ان انا بتكلم كلام كبار، يعني كلام كبار بغض النظر عن شكلي. انا عارف ان انا شكلي في ثانويه عامه، هو بشكل عام مش سيء عم حبيبي، والله انت اللي مش سيء يا عم، لكن اخر فتره بقى حاجه في منتهى الخرا. لما اتشهر بقى بضل. انا تقريبا اقل واحد وبلا فخر يعني، اقل واحد عنده فولورز اتقال عليه الجمله دي. مفيش حد بيبقى بضل قبل النص مليون، انا بقيت بضل. مين ده وبيعمل ايه؟ عشان اللي في دماغه دي مقشه مش طفره. ماشي، الناس على ريدت كانوا هياخدوا تقييم قليل جدا، ده هيرفعوا شويه. بص هي اراء، بس الواد ده كان معايا في المعهد بحسه مخنث. ايه يا اسطى
الناس دي يا اسطى ايه يا اسطى الكلمه الزرايبي دي بلس بتاع بنات قوي والجو يعني ايه والجو وبالذات البنات بتحب نوع الولاد دول مش عارف ليه والله البنات اللي بيحبوا نوع الولاد ده ما بيحبونيش هو ربنا يوفقه كل حاجه بس بحسه بضل يعني هو ربنا يوفقه يعني هو مخنث بتاع بنات بس ربنا يوفقه بص يا اسطى انت غالبا كدابه وانت كدابه انا مش عارف انت ايه نوعك يعني وبالذات البنات اللي بتحب النوع ده والكلام ده مبين انت ما تعرفنيش يا اسطى انت كنتش معايا في حته انا حياتي الجامعيه كانت حزينه ما رحتش الجامعه غير في سنه رابعه اخر سنه عشان مشروع التخرج ما كنتش بقعد غير مع واحد صاحبي اسمه نور متخلف وغبي ما بيعملش حاجه في حياته غير ان هو بيروح الجيم كنت بروح اسلم حاجه كده في الكليه واطلع افضل اكل بقيه اليوم ما بعملش اي حاجه تانية بس ده حب يعمل ان هو كان قاطع عليا الواد ده كان معانا في المعهد يعني في كوبايه شاي كاتب ما شاء الله كوعه ابيض حبيبي يا معلم مين ده اصلا عايز اشوف له حاجه مين ده دي اكتر حاجه ضايقتني بقى هتعمل فيها ما تعرفنيش انا روسي من جبال القوقاز انا فضلت اتحارب 3 سنين بيحاولوا يدفنوني وانا بحاول اطلع ماشي ريدت هياخد 5 من 10 لان الناس فيه سطحيين فشخ عارفين ان هم بيقولوا رايهم في حاجه تافهه ما عدا الواد اللي حكى قصه حياته في الجامعه ده فهديلهم 6 من 10 7 من 10 عشان في واحد قال حاجه بتضحك اللي في دماغه دي مقشه مش طفره في بوست بقى كان على الفيسبوك كنا عاملين فيديو تيك توك على اغنيه عبعز الجديده ما بنعمل كده اقسم بالله قعدنا نعيد الفيديو ده بتاع 6-7 مرات والله اكتر عشان مش عارفين نعمل كده واحد منزل الفيديو كاتب معقوله كده فرح كل المعازيم بضف للاسف الحاجات دي بتضحكني كان في بوست قبل كده مكتوب عليه الشله الابيض من شله الظباط الحلوه للاسف الحاجات دي بتضحك الصراحه والفيسبوك ما فيهوش حوار ان انا اعرف اعمل سيرش على حاجه معينه دايما بيطلع لي حاجات غبيه مالهاش علاقه باللي سيرشت عليها ما اعرفش ليه الفيسبوك دوت بقى له 10000 سنه يعني نيكولا تسلا هو اللي عامله ولحد دلوقتي فيه مشاكل حاجات ما اتحلتش فالبوست ده بس هو بوست شله الظباط الاحرار هو اللي هياخد الريت لان مش لاقي حاجه تانية هياخدوا 6 من 10 ف6 من 10 حلو لحس الدعابه بس في بقى شويه حاجات على تويتر جانا بتقول محتاج اعرف ليه الناس بتكنسل اياد الموجي اليومين دول هو ما بيضحكش فعلا هو ما بيضحكش وسايبين عمر كاتو وهو بيخصم كل اسبوع مع فئه الممنوع بتاعه ما انا في حاجه فهمتها بقى وده اللي تقريبا سبب ان انا ما بتكنسلش ان انت لما بتخصم مع فئه دايما بيبقى في فئه تانية بتكرههم فانت بتكسبها دي ثغره انا اكتشفتها هشتغل عليها الفتره الجايه احلها يعني عمر كاتو ده اصلا شخصيه طلعت على اليوتيوب بس على فكره الكلمه دي جامده فشخ يعني اللي هو انا حد مؤثر في تاريخ اليوتيوب انا واحد طلع على اليوتيوب والله حاجه مش وحشه على فكره لو فكرت فيها تحس ان هي حاجه جامده يعني. انا متاكد ان انت مش شايف كده يا اسطى انت بتقول كده عشان انت على تويتر هو تويتر بيديك احساس انك عايز تقول على اي حد واحد يا اسطى برجوله افتح يوتيوب افتح وبص واقعد قلب كده 20 ثانيه هل انا من الناس دي بجد يا اسطى في تويتر مش موجوده بس واضح انها حاجه كويسه يعني وحد كاتب وكاتو برضه فيوسف عايز يتجوز هيفاء وهبي قال لها عمر كاتو مش بيضحك اصلا راحت قايله له فيديوهاته القديمه حلوه جابت ورا انا ما بحبش بقى حد يحبني وهو مش متاكد تشوفيني حلو يا وحش مش فيديوهاته القديمه بقى عارف انت لما تبقى بتشكر في حد فيروح حد قايل لك ان هو بضاف تقول له بس يا اسطى غلبان يا اسطى لا انا ما بحبش الطريقه دي المياعه دي في الراي كده انا ما بحبش الحل المايل الحاج عبد الغفور البرعي كاتب انا ممكن اخطف 1000 طفله ولا ان اشوف عمر كاتو مش عشان انت استخدمت الميم ده بتاع نخطف 1000 طفله بس لو حد قال عليها حاجه وحشه بس روشه والله لا اديله ريت حلو بس دي مش حلوه يا اسطى اياد الموجي كان مره منزل برضه تويته راح واحد قال له انت بضان وعمر كاتو ده واحد شفته في العالم هو ليه اي حد يا جدعان في الشباب بيتشتم مع الباقي كلمه انت بضان انت وشلتك دي ايه كلمه شلتك ايه كلمه الشله بنت الشله الرايقه تحس ان شكله عامل كده كل واحد يا جدعان بضان لوحده كل واحد عنده بضان الخاص انا روسي من جبال القوقاز في حد يعني قال حاجه ان اليوتيوب ما بقاش بيضحك حاجه كده الحاجات دي ممسوحه كلها فراح حد قايل له ما عدا عمر كاتو اكيد عشان دمه خفيف بجد راح دي قايله له بذمتك اسمه عمر كاتو انا مش هتكلم محدش بيختار اسمه محدش بيختار شكله يعني الواد اللي كان معايا دوت واتريق على شكلي وانت بتتريق على اسمي دلوقتي حاجه بجد التنمر وحش بيأذي ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت وسبسكرايب اهم حاجه تعملوا سبسكرايب يا جماعه اعملوا سبسكرايب عايز اوصل ل 100000 سبسكرايبرز انا روسي من جبال القوقاز انا حقيقي يا مان المهم الناس على تويتر هياخدوا 5 من 10 وده بسبب ان هم اجابتهم مختصره ما بيشرحوش وجهه نظرهم بيقولوا كلام عشوائي ادوني احساس ان هم بينتقدوا لان هم على تويتر مش اكتر عاملين زي الناس اللي بيعملوا فيديو رياكت زي انا كده بس كده يا رجاله ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب كومنت بس اهم حاجه تعملوا سبسكرايب بس كده يا رجاله سلام لسه ما وصلتش لمرحلة الشهرة اللي أنا عايزها لسه بعافر وبنحت في الصح أنا بقالي 2 سنين هنا وبعت كل حاجة عشان خاطر بس أكون حقيقي أنا استاهل أكتر من اللي أنا واخده بكتير هاتلي فلوسي أنا عايز حقي بس أنا روسي من جبال القوقاز